طريقتي يا جماعة ومش هغيرها مهما بشوف ومهما بسمع. في طرق بتعجبني بصراحة، بس انا شايفة دي اكتر حاجة صحية وافضل حاجة. ماشي، انا بعمله ازاي؟ بجيبه بغسله كذا مرة عشان طبعا بيبقى فيه تراب وكده، وبقوم جايه حاطاه في مصفى كده زي ما انتوا شايفين، وبسيبه بقى، افتح له الشباك كده، اسيبه يتهوى كده او ينشف على قد ما يقدر قدر الامكان، يعني مش لازم ينشف يعني بفوطه ولا حاجه. ماشي، بقوم جايبه كام واحده كده زي ما وريتكم قبل كده، والفهم كده اهوت فوق بعض كده اهو، عشان بس كان التليفون بس معلش اهو، واخلي الناعمه من جوه، واقوم جايه برماها كده اهو لور كده، اقوم جايه برماها كده اهوت بايدي، واقوم جايه رصها في قلب الكيس كده واكبسها اهو، ارص كده واكبس، احطه في الفريزر، بيقعد معايا بسنه وممكن اكتر من سنه كمان، ما شاء الله بيطلع معايا زي الفل. ميه بتغلي، نص ليمونه او ليمونه، حبه زيت صغيرين، تسقطيه في الميه وهي بتغلي كده وهو بتلجه، ما تسيبوش يفك منك ولا حاجه، يغلي غلوتين، بيبقى احلى ورق عنب معاكي زي اكنك لسه جايباه فريش. والملوخيه نفس الحكايه، عايزه اقول لكم انا برضك بجيبها كده اهوت، بغسلها واسيبها برضك تتهوى كده شويه واكيسها، اطلعها برضك وهي بتلجها كده. الاول كنت بعملها في الكبه، ما بقت صراحه كانت بتديني مطه كده كبيره، يعني عرق كبير كده زياده عن اللزوم. دلوقتي بقت اخرطها بالمخرطه. انا كنت الاول خالص كنت بخرطها بالمخرطه، بس كنت بقيت استسهل واعملها في الكبه، بس رجعت تاني اعملها بالمخرطه، ودي افضل طريقه. حتى لو انا لسه هعملها بكره، بحب احطها في الفريزر برضك كده، لانها بتبقى سهله عليا في التخريط، بمسكها وهي مجمده كده، بديها تكسيره بايدي كده وهي في قلب الكيس فبتسهل عليا عمليه التخريط. يا رب يكون طريقتي عجبتكم. وعايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، الورق العنب اللي في السوق كله ورق عنب، مفيش ولا ورق توت ولا ورق اللي هم بيقولوا عليه فراوله. هو العنب بيبقى انواع، بيبقى فيه عنب ببذر، فيه عنب احمر، فيه عنب اللي هو البناتي، كله انواع وكله حلو. بس انت بتجيبي بقدر الامكان. انا عن نفسي بحب الورقه الكبيره، بتجيبي الورقه الكبيره تكون اهي زي كده اهي، كبيره اهي، بس تجيبيها ناعمه اهي. ماشي، دي بتبقى عندي افضل من الورقه الصغيره اللي هي اللي هو بتاع البناتي، يعني ده تقريبا كده بتاع العنب الاحمر. بص العنق بتاعه بيبقى احمر كده اهوت اهو، ده حلو مش وحش، اهم حاجه بس يكون نضيف، ما يكونش من منقر كده، يكون حاجه واكله منه ولا حاجه، او مطرب، او في بواقي ورق وكده وحاجات، لا يعني انا بحب اجيبه كده اهو، بصراحه بجميل. يا رب تكون طريقتي عجبتكم، متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. عايزه برضك اقول لكم قبل ما انهي معاكم الفيديو، ان الملوخيه لازم تبقى مجمده وانت بتخرطيها، ما تسيبهاش تفك منك خالص. رجعت لكم يا جماعه اهو بعد ما عبيته. لو الناس خايفه ان هو ياخد منكم مكان، اضغطوا الكيسه كويس. ده بصوا، ده كده حوالي ربع كيلو اهوت، يعني الكيسه دي كانت ممكن تاخد نص كيلو، بس انا سايباها قلت على يعني على قد مره كده. ماشي، والملوخيه نفس الحكايه. الملوخيه ده انا جايبه ربع متقطف، يعني الربع متقطف ده بيعمل حوالي كيلو، يعني يعتبر الكيسه فيها نص اهو. ماشي اهو، ضغطوه كويس وطلعوا منه الهواء، ان شاء الله مش هياخد منكم مكان. وعايزه اقول لكم العنق بتاع الورق العنب ما ترموهوش، بتحطوه في قرايه الحله، هو بيبقى فيه الطعم كله والمزازه كلها. وكل ما تروحوا السوق جيبوا شويه، مش لازم تجيبوا الكميه بتاعه التخزين كلها مره واحده عشان متتعبوش، زي ما انا عامله كده. كل ما تروحوا جيبوا حبه كده، ان شاء الله نص كيلو ربع كيلو، وارموه في الفريزر، على اخر الموسم ان شاء الله تلاقوا نفسكم حوشتوا حبه حلوين.